تعرف ان كل الاجهزه اللي عندنا في البيت متوصله مع بعض على التوازي؟ طب ليه مش بتتوصل على التوالي؟ تعال اقول. بص يا سيدي، لو الاجهزه عندنا في البيت متوصله مع بعض على التوالي هتبقى شبه الدايره دي. الدايره دي هتبقى تمثل مصدر كهربي، واللمبات دي بتمثل الاجهزه اللي عندك في البيت. ده المفتاح الرئيسي، وده ريوستات بيتحكم في شده التيار. التوصيل على التوالي بقى عامل زي السلسله، كل جهاز بيودي الكهرباء للجهاز اللي بعده، وبالتالي الاجهزه دي كلها بتشتغل مع بعض كباكج مع بعض في وقت واحد. الفولت او فرق الجهد بيتوزع عليهم بالتساوي. فلو جينا نقفل الدايره الكهربائيه اللي عندنا، المفترض اللمبات دي بتنور. المفترض هنا اللمبات دي نورت بس ما خدتش نفس الاضاءه الكافيه بتاعتها. كل جهاز هنا محتاج 220 فولت. ال 220 فولت اتوزعت على الثلاث اجهزه، فكل جهاز خد تقريبا 70 فولت وشويه. فتلاحظ ان اللمبات دي اضاءه اقل. لو عطلنا اي جهاز او فصلناه من الدايره الكهربائيه، تلاحظ ان كل الاجهزه بتفصل. فلو كان ده في البيت، كان اي جهاز بتطفيه او اي جهاز بيتعطل كان بيعطل معاه باقي الاجهزه. في نفس الوقت انت عشان تشغلهم كلهم لازم كلهم يشتغلوا في وقت واحد، فلو جهاز اتعطل لازم يعطل الباقي. ولو حبيت تطفي ده لوحده هتيجي تطفي اللمبات كلها بتطفي. ايه كمان؟ انت المفترض ان التيار هنا بتتحكم فيه، فلو بتزود المقاومه بتقلل شده التيار، بتقلل المقاومه بتزود شده التيار، وبالتالي ده يكون هنا التوصيل على التوالي. وده يفهمك ليه في البيت ما ينفعش نوصل على التوالي، لذلك كل الاجهزه اللي في البيت بتوصل معانا على التوالي. لو حابب تفهم الفيزياء معانا اكتر ممكن تتابع الفيديوهات الجايه.